السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي. اليوم هو أول يوم في شهر رمضان المبارك، أهلا الله عليكم باليمن والبركات. اليوم جيتكم بوصفة السفوف أو سلو بمكونات صحية اللي غنقدموه على شكل الطربوش الأحمر اللي هو جزء من تقاليدنا وأصالتنا المغربية. كيجي رائع وجد راقي لتزيين موائدنا الرمضانية. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. كنحتاجو ل 500 غرام ديال الزنجلان اللي حمرته في الفران وطحنت النص ديالو مزيان. كنحتاجو ل 500 غرام ديال اللوز اللي سلقته وقليته، النص ديالو طحنته مزيان حتى طلق لينا داك الزيت ديالو، والنص الاخر طحنته ولكن خليته شويه مهرمش. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال النافع، نص معلقه ديال الكوزه، نص معلقه صغيره ديال الملحه، شويه ديال المسكه الحره اللي دكيتها مع شويه ديال السكر، 250 غرام ديال العسل الحر، 250 غرام ديال زيت الجوز الهند يمكن لينا نعوضوها بزيت الزيتون، وغادي نحتاجو 700 غرام ديال الطحين ديال الزرع المغربل اللي حمرته في الفران حتى ولا اللون ديالو ذهبي. جميع هاد المكونات عندها فوائد كثيره للجسم ديالنا. انا عوضت السكر بالعسل، والزبده عوضتها بزيت جوز الهند اللي مفيده بزاف للصحه ديالنا. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. كيف ما شفتوا خلطت المكونات الجافة هي الأولى، من بعد زدت عليها زبدة ديال اللوز والزنجلان، العسل وزيت جوز الهند، ودلكت المكونات مزيان بيديا 5 دقائق. السوف ديالنا ها هو وجد. ندوزو دابا نشوفو طريقة التقديم. غادي نحتاج 400 غرام ديال الشوكولاط الحمر، يمكن لكم تستعملوا الشوكولاط البيض وتلونوه بالملون الغذائي الخاص بالشوكولاط. وغادي خصنا هذا القالب ديال لي كوب كيك الصغار، انا هذا خديته من كارفور، يمكن لكم تلقاوه في جميع المحلات الخاصه بالحلويات. كنذوبوا الشوكولاط في حمام مريم وكنوضعوه في المول بهذا الشكل. من بعد كنقلبوا المول باش داك الشوكولاط الزايد كيهبط في الجناب، وكتجي ديك الطبقه ديال الشوكولاط متساويه في المول كله. من بعد كندخلوه للثلاجه 10 دقائق، وكنعاودوا نفس العمليه مره اخرى باش منين كنبغيو نديمولو الشوكولاط ديالنا ما كيتهرش. من بعد ما بردات لينا الطبقه الثانيه ديال الشوكولاط، كناخذ الصفوف وكنديروا كويرات، كنخشيهم في المول وكنضغط عليهم بشويه بشويه باش كيدخل المول مزيان. من بعد كنحطوه في الثلاجه تقريبا نص ساعه وكنديموليوه. ودابا غادي نحتاجو 100 غرام ديال الشوكولاط الاسود اللي ذوبته ودرتو في لابوشادوي، باش غادي نصوبو به ديك الشويشيه اللي كتكون فوق الطربوش بهذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال السفوف ديالنا، كيجي رائع في المذاق والتقديم كيكون راقي جدا. كنتمنى هذه الوصفه وهذا التقديم يكون نال اعجابكم. كنشكركم من كل قلبي على دعمكم وتشجيعاتكم ليا. رمضان مبارك سعيد، واستودعكم الله على امل اللقاء بكم في الفيديو المقبل ان شاء الله.